ناس كتير قوي بتشتكي، وخاصة الأمهات، وبتقول حاسة ابني أو بنتي بقت بعيدة عني، ما بقتش معايا زي الأول، ما بقتش بتتكلم معايا زي الأول، ما بقيناش قراب من بعض زي الأول. ليه؟ ايه اللي خلاها كده؟ او ايه اللي حصل ان هي بقت كده، او ابني بقى كده ليه؟ اكتر حاجة بتخلي ولادنا تبعد عننا ان احنا ما بنسمعش لولادنا. لو فيهم حاجة فيهم حاجة مزعلاهم، فيهم حاجة خانقاهم، فيهم حاجة مضايقاهم، اكتر حاجة بتخليهم ان هم يبعدوا عننا ان احنا ما بنسمعش ليهم. هما لما بيكون متضايقين او بيكون فيهم حاجة او عايزين يتكلموا، حتى لو الموضوع ان هو مش مستاهل، فهم ساعتهم مش بيكونوا مستنيين يعني ام ليهم، هما بيكونوا مستنيين صاحبة ليهم، بيبقى عايزين في الوقت ده صاحبة ليهم ان هي تسمعهم وان هي تفهمهم هما عايزين يقولوا ايه. لما يكونوا كده بلاش اللي احنا ندخل في دور الام، يعني خلينا بقى في الوقت ده ان احنا نبعد خالص عن دور الام، ونسمع ليهم كأنهم يعني عايزين نخليهم يحسوا كده ان هما بيتكلموا. لو ولد بيتكلم مع واحد صاحبه، لو بنت بتتكلم مع واحدة صاحبتها. خلينا نعامل ولادنا على اساس ان هم اصحابنا، مش على اساس ان انا ام وهم ولاد. في وقت بيبقى لازم الام تبقى موجودة ويبقى دورها ان هي تبقى موجودة فيه كأم، بس اغلبية الوقت وفي الزمن اللي احنا فيه ده ولادنا مش عايزين غير صحاب معاهم. احنا عايزين نوصل لولادنا ان هم لما يكون فيهم حاجة ان احنا نكون موجودين جنبهم صحابهم. والله العظيم معاملة الصحاب بالنسبة للأولاد بتفرق تماما معاهم عن معاملة الأم. لما بتكوني صاحبتهم، أول حاجة مش هيكون إن هما مستاهلين إن هما يروحوا يصاحبوا ناس تانية برا، هتسمعيهم، هتعرفي إيه اللي فيهم، مش هيبعدوا عنك. لما يكون فيهم حاجة هيصدقوا إن هما يجروا عليكي كده عشان خاطر ان هم يحكوا لك على اللي فيهم. فبدل ما انا اخليهم يروحوا يدوروا على صاحب انا ما اعرفش صاحبه ده هيبقى عامل ازاي، او صاحبتها دي هتبقى عامله ازاي، سواء هتبقى كويسه ولا هتبقى وحشه. لا، طب وانا ليه اخلي ولادي، يعني نخلي ولادنا ليه ان هم يروحوا يدوروا على ناس صحابهم بره؟ طب ما انا صاحبتهم موجوده هنا في البيت. مش في كل الاوقات هنكون صحابهم، بس في اغلبيه الاوقات لازم ان احنا نكون صحاب ولادنا، لازم نصاحبهم. اكون صاحبه بنتي، اكون صاحبة ابني. لو في حاجة تعال احكيلي، شايفاه زعلان، انت زعلان من ايه؟ طب احكيلي ايه اللي مضايقك، طب احكيلي ايه اللي مضايقك، في حاجة زعلتك، في حد زعلك، في حد قالك حاجة. انا صاحبتك، قولي لها كده او قولي لابنك كده. خلينا نقول لولادنا كده: انا صاحبتك او انا صاحبك، احكيلي على اللي فيك. صدقني قسما بالله لو لقى حتة الصحوبية دي فينا استحالة ان هم هيروحوا يدوروا على حد تاني ان هم يتكلموا معاه. اول حاجة هتكسبي ابنك او هتكسبي بنتك، تاني حاجة هتكسبي كصاحب او هتكسبيها كصاحبة. مش هتخبي عنك اسرار، مش هيخبي عنك اسرار، هيجي يحكي لك على كل حاجة. كل حاجة في حياة ابنك هتبقى في ايدك، هتبقى ملكك انتي، هتبقى ملكك انتي وهتبقى في ايدك انتي. مش هتبقى محتاجة اللي انت تسألي على صاحبه هو ماله او صاحبتها هي مالها، هي ايه اللي مزعلها ولا ايه اللي فيها. دي اكتر حاجة والله العظيم بتخلي ولادنا بعيد عننا. حسسيه دايما حتى لو انت مشغولة ولا تعبانة ان انت جنبه. لو في حاجة مزعلاه، مفرحاه، مضايقاه او مضايقاها، خدي ابنك في حضنك او بنتك في حضنك كده وطبطبي عليها. يعني خلي حنان الام اللي جواكي ده يطلع له كله. والله العظيم قسما بالله ولادنا لو حسوا بالحنان بتاعنا من غير زعيق، من غير مشاكل، من غير مناهدة. احنا لو عملت ولادي كصحابي هيفضلوا العمر كله جنبي زي صحابي. حتى لو انا عملت حاجة وزعلتهم بعد كده هيجوا يقولوا لي: يا ماما انت زعلتينا في واحد اتنين تلاتة، فهيحكولك، فانت هتبقى عارفة اللي انت عملتيه. اما لو انا مش بسمع له او مش بسمع لبنتي مش هتحكي لك حاجة، حتى لو هي زعلانة منك مش هتحكي لك حاجة. فواحدة في واحدة
هتلاقيها بتحط في نفسها، او ان هي هتصاحب اي حد سواء كان كويس بقى، يعني صاحبتها هتبقى كويسة او صاحبه هيبقى كويس، وهيبقى اسرارها كلها معاها، وبالتالي انت اصلا احنا ما بقناش عارفين حاجة عن عيالنا، يعني هم مصاحبين الناس اللي معاهم دي كويسة ولا لا الناس. طب وانا ليه اودي ولادي للمطاف ده؟ طب ما هم ولادي اصلا جنبي، خليني دايما مطمناهم اللي انا جنبهم، عملته صح غلط اسمعيهم. مش لازم ردة الفعل القوية بتاعتنا الزعيق والشتيمة لما نسمع ان هم عملوا حاجة غلط، اسمعيه. حتى لو حاجة عصبتك اتحكمي في اعصابك وما تبينيش العصبية بتاعتك دي ليه او ليها، عشان خاطر لما تيجي تحكي لك اي حاجة بعد كده هتبقى متأكدة ومليون في المية ان انت هتسمعيها، مش اللي انت هتتخانقي معاها ولا انت هتزعقي معاها. وفهميها بالراحة، مرة 2 مش هتعمل حاجة الغلط دي، ومرة 2 مش هتبقى محتاجة اصلا ان هي تدور على صحاب تاني بعيد عنك. والله العظيم ولادنا ما عايزين حاجة غير ان احنا نطمنهم ونبقى حنينين عليهم في وقت ضيقتهم ووقت خنقتهم، ولازم نكون حنينين عليهم عشان لما نكبر العيل اللي بتأسس على الحنية، والله صدقيني قسما بالله لما نكبر هنلاقي الحنية اللي احنا حطيناها فيهم دي. ولادنا بيبقى محتاجين مننا اننا نحضنهم، ان احنا نطبطب عليهم، ان احنا نحسسهم اللي احنا جنبهم في كل وقت وفي اي وقت، فرحانين ولا زعلانين احنا جنبهم. خلينا نحسسهم بالحنان وخلينا نحسسهم ان احنا سندهم، علشان لما نكبر نلاقيهم هم كمان يبقى سند لينا. شايفاك لما حطيتيش لايك للفيديو، يا ريت ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتقولي لي انت كأم بتعاملي ولادك بأي طريقة، ويا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكي كل الحكاوي اللي معانا في حكاوي بسبوسة، وفي كل يوم حكاية جديدة. واشوفكم الفيديو الجاي، ومع ألف سلامة.